ترى مين والله ان شاء الله النار تاكل نص اسرائيل اذا حاولت على العالم. كل واحد خليه يعرف حدوده، يعرف حدوده. على النقيض من التقديرات الأولية، فإن صاروخي باتريوت المضادين للصواريخ اللذين أطلقا أخطأا هدفهما. هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال نحمان شاي. وكان متحدث عسكري إسرائيلي آخر قد أعلن في وقت سابق أن 3 صواريخ سكاد عراقية أطلقت باتجاه إسرائيل، وأن 2 منها جرى اعتراضهما بواسطة صواريخ الباتريوت، وأن واحدا تمكن من إصابة منطقة تل أبيب. الضربة كانت قوية وقاسية جدا على حد تعبير الجنرال شاي. ومراسل رويتر يؤكد أن الصاروخ العراقي الذي تخطى دفاعات الباتريوت سوى مجموعة من المباني بالأرض لحظة انفجاره. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن العراق أطلق وابلا من الصواريخ على إسرائيل بالرغم من محاولة الجنود الأمريكيين اعتراضها بالباتريوت، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد حذفت أجزاء من تقرير مراسلها بهذا الخصوص. وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت محطة التلفزة الأمريكية NBC من بث تقاريرها بسبب خرقها الرقابة العسكرية الإسرائيلية بشكل خطير. وقال مراسل المحطة مارتن فيلتشر إن الانفجار قد هز حيا بأكمله في تل أبيب. وفيما تتواصل عمليات انتشال الجثث والجرحى من تحت الأنقاض، تتوالى الإحصاءات، حيث أفادت آخرها بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بجروح. الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا طارئا صباح اليوم لبحث أبعاد الهجوم الصاروخي العراقي. صرح وزير الصحة الإسرائيلي إيهود أولمرت في أعقابه بأن المسألة ليست ما إذا كانت إسرائيل سترد أم لا، وإنما متى وكيف.